السلام عليكم. هل فعلا النوم ده حاجة أساسية زي الأكل والشرب؟ ولو نمنا أكتر من اللازم هل ده بيفيدنا ولا بيضرنا؟ لو لسه جديد معانا وبتحب الحاجات الغريبة عن العلوم والحياة اليومية، اشترك في قناة سر الليل عشان دايما نبقى معاك بأغرب الحكايات وأهم المعلومات. لو فكرنا فيها، جسم الإنسان بينام تلت حياته تقريبا. لو افترضنا إنك بتعيش 75 سنة، فأنت هتنام حوالي 25 سنة من عمرك. طيب ليه؟ لأن جسمنا فعلا محتاج الفترة دي عشان يعمل إعادة تشغيل لنفسه، كأنك بتعمل ريستارت للمخ وللجهاز العصبي وحتى القلب. الدراسات الحديثة بتقول إن النوم بيأثر على كل حاجة في حياتنا. أول حاجة بيأثر عليها هي الذاكرة. يعني لو عايز تفتكر أي معلومة أو حتى لحظة معينة، المخ بيثبت المعلومات دي وانت نايم. في حاجة اسمها نوم الريم، اللي هو مرحلة النوم العميق. في المرحلة دي المخ بيبدأ يرتب المعلومات ويشيل اللي مش مهم. تاني حاجة هي الصحة النفسية. لو محروم من النوم، ده ممكن يأثر بشكل كبير على حالتك النفسية. كتير مننا بيلاحظ إنه لو منامش كويس بنحس إننا متعصبين ومش قادرين نتعامل مع حد. ده لأن النوم بيساعد على تنظيم المزاج، وبيساعد كمان في تقليل التوتر. أما على المستوى الجسدي، النوم بيساهم بشكل كبير في تحسين المناعة. يعني جسمك هيبقى أكثر قدرة على مقاومة الأمراض والالتهابات. نيجي بقى لأهمية النوم لصحة الجسم. الموضوع مش بس راحة وخلاص، في أنظمة كتير في الجسم شغالة بترتيب وتنسيق أثناء النوم. مثلا في حاجة اسمها هرمون النمو، ده بيطلع بشكل كبير وانت نايم، وده اللي بيساعد الأطفال على النمو السليم، وكمان بيساعد الكبار في ترميم الخلايا وتجديدها. فالنوم بيشتغل كأن عندك ورشة تصليح شغالة بالليل، بتعدل كل حاجة في الجسم عشان تكون جاهز ليوم جديد. أما عن القلب، فالنوم له تأثير مباشر على صحة القلب والشرايين. الدراسات بتقول إن قلة النوم ممكن تزود من مخاطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وده بسبب إن النوم بيتيح للجسم فترة راحة للجهاز القلبي. لما بننام بشكل كافي بنلاقي إن ضربات القلب بتنتظم ومستوى الضغط بينخفض، وده بيريح عضلة القلب وبيخليها تشتغل بكفاءة أكتر. نيجي بقى لحاجة كل الناس بتعاني منها دلوقتي، اللي هي المناعة. تخيل إنك نايم كويس كل ليلة، ده بيعمل زي شاحن للمناعة بتاعتك. الأجسام المضادة والخلايا المناعية بتشتغل بتركيز أكبر لما تكون نايم. أما لو ما بتنامش كفاية، فهتلاقي نفسك بتصاب بنزلات البرد والأمراض بسهولة أكتر من أي حد تاني، لأن جهازك المناعي مش بيشتغل بكفاءة. في كمان حاجة اسمها إيقاع الساعة البيولوجية، ده النظام اللي جسمك بيمشي عليه. تخيل جسمك كأنه مبرمج على روتين معين. النوم والاستيقاظ في أوقات معينة بيساعده يحافظ على توازنه. لما بنلخبط المواعيد بتاعة النوم، ده بيأثر بشكل كبير على الصحة العامة والمزاج وحتى الأداء الذهني. كل ده بيودينا لحاجة مهمة جدا: هل ممكن نستغنى عن النوم؟ في ناس بتجرب إنها تقلل ساعات النوم عشان تلحق تعمل حاجات أكتر في يومها، لكن للأسف العلم بيقول إن ده مش حل، بل بالعكس ده بيسبب تدهور في الحالة العامة، وبيأثر بشكل مباشر على التركيز والإنتاجية بتاعتك. الناس اللي ما بتنامش كفاية أو بتحاول تقاوم النوم ساعات طويلة غالبا بيكونوا أكتر عرضة للأمراض النفسية والجسدية. النوم مش رفاهية، دي حاجة أساسية عشان جسمك وعقلك يفضلوا شغالين بكفاءة. عشان كده خلي بالك من ساعات النوم، وحاول تنام في مواعيد ثابتة كل يوم عشان تستفيد من فوائد النوم على أكمل وجه. والسؤال اللي بيحير ناس كتير فعلا: ليه في ناس بتنام ساعات قليلة وبتكون فايقة ونشيطة، وناس تانية بتنام ساعات طويلة وبرضه بتصحى تعبانة ومكسلة؟ الإجابة على السؤال ده معقدة شوية، وبتعتمد على عوامل بيولوجية وجينية وعادات يومية بتتعمل. في حاجات اسمها جينات النوم، وده معناه إن في ناس بتكون بطبيعتها قادرة تتكيف مع عدد ساعات نوم أقل، وده راجع لجينات وراثية. العلماء اكتشفوا إن في طفرات جينية معينة بتخلي بعض الأشخاص مش محتاجين يناموا كتير عشان جسمهم يستعيد طاقته. الأشخاص دول بنسميهم شورت سليبرز، وده بيبقى أسلوب حياتهم الطبيعي بدون أي تعب أو تأثيرات سلبية واضحة. مش المهم عدد ساعات النوم بقدر جودتها. ساعات ممكن حد ينام 8 ساعات لكن نومه بيكون متقطع أو مضطرب، وبالتالي ما بياخدش الفوائد اللي بيحتاجها جسمه. النوم بيعدي بمراحل مختلفة، منها النوم العميق ونوم حركة العين السريعة، ودول بيكونوا مهمين جدا لاستعادة النشاط. لو حد بينام ساعات طويلة لكن ما بيوصلش للنوم العميق، هيحس دايما انه تعبان ومش فايق. عادات النوم نفسها بتأثر بشكل كبير. في ناس بتلتزم بمواعيد نوم ثابتة، وده بيساعد الجسم انه يتعود على دورة نوم طبيعية. كمان التعرض للضوء الطبيعي خلال النهار وتجنب الشاشات قبل النوم بيساهم في تحسين جودة النوم. أما لو في شخص بيسهر دايما أو بيدخل في دوامات الأرق، ده بيأثر على مستوى نشاطه حتى لو نام فترات طويلة.
النوم بيتأثر بالحالة النفسية والصحية، يعني التوتر والقلق بيقللوا من جودة النوم وبيخلوه متقطع أو مليان كوابيس، وده بيخلي الواحد يصحى مرهق. كمان في أمراض معينة زي الأنيميا أو مشاكل الغدة الدرقية بتسبب شعور بالتعب حتى مع النوم الكافي. في ناس بتقدر تتعامل مع الكافيين بشكل أفضل، وده ممكن يخليهم نشيطين حتى مع نوم قليل. لكن في ناس تانية حساسيتها للكافيين بتأثر على نومها بشكل كبير، وده بيخليها تحس بتعب مهما نامت. الخلاصة إن الاختلاف ده بيجمع بين جينات ونمط حياة وجودة نوم. كل العوامل دي بتشتغل مع بعضها، وده بيخلي في ناس نشيطة مع نوم قليل وناس تعبانة مع نوم كتير. وكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. شكرا، سلام.